بص يا صاحبي، قبل ما تبدأ الفيديو ده أنا عايزك تركز معايا، لأن اللي هقوله لك حرفيا هيوفر عليك وقت رهيب، وهينقل لك تجربة مشاهدة مختلفة خالص. لو أنت من الناس اللي بتحب تتابع أعمال جديدة، مواسم كاملة، حلقات، وبتتعب كتير من كتر اللينكات اللي مش شغالة، فالفيديو ده معمول مخصوص ليك. النهاردة أعرفك على منصة ذكية اسمها شاهد بوكس. مش بس تطبيق عادي، لا ده مكتبة كاملة مجمعة متجددة كل يوم، بتسهل عليك الوصول للمحتوى اللي بتحبه بشكل بسيط وسريع ومن غير دوشة. بص يا باشا، هو مش منصة عرض ولا موقع مشاهدة، لكن شاهد بوكس هو أداة تنظيم ذكية بتجمع لك المحتوى المنتشر على الإنترنت في مكان واحد. يعني بدل ما تقعد تدور يمين وشمال على المواسم الجديدة أو الحلقات أو العرض التقليدي، التطبيق ده بيجمع لك كل ده في واجهة واحدة بسيطة وسهلة. الفكرة كلها إن التطبيق بيرتب لك معلومات عن الأعمال، مصادر متعددة على الإنترنت، جودات مختلفة متاحة، محتوى متجدد بشكل يومي، اقتراحات مبنية على اللي أنت بتحبه بدون أما يخش في أي حموج أو مخالفة، ومجرد مدير محتوى ذكي. التطبيق في الآخر بيسهل عليك الوصول، لكن مش بيعرض ولا بيوزع أي حاجة محمية، وده اللي بيخليه قانوني وآمن بدون أي مشاكل. اول ما تفتح شاهد بوكس هتلاقي ان الواجهه سلسه جدا، مفيش اعلانات مزعجه، مفيش صفحات بتفتح لوحديها، مفيش لف ودوران. هتلاقي اقسام مترتبه: اعمال عربيه، اعمال اجنبيه، اعمال اسيويه، اعمال جديده لسنه 2024 2025، ومواسم كامله، وحلقات منفصله، وعروض ترويجيه، ومقترحات يوميه. كمان التطبيق بيعمل حاجه حلوه جدا، انه بيديك اكتر من اختيار لاي حاجه بتدور عليها. يعني لو بتدور على موسم كامل او حلقه او عمل جديد، هتلاقيه مترتب وبومب جاهز تختار منه. في كمان بحث سريع، وواجهة بسيطة، وتحديث يومي، وخيارات مجودة مختلفة على حسب الجهاز. دعم فني لو واجهتك أي مشكلة، قوائم تشغيل جاهزة ومسبقة. يعني باختصار التطبيق معمول علشان يشيل منك صداع إنك تفضل تلف وتدور. خليني كمان أقول لك كده بصراحة، الناس زهقت من المواقع اللي بتفتح لك 20 صفحة لو دوست على زرار، وزهقت من اللينكات اللي مش شغالة، وزهقت من كل حاجة بقت متفرجة ومحتاجة وقت. الحل كله في شاهد بوكس. ليه؟ لأنه بيجمع كل حاجة في مكان واحد، بيديك بدائل، وبيسهل عليك الوصول، وبيوفر وقت، وبيوفر لك تجربة مترتبة من غير ما تضطر تروح ل10 مواقع مختلفة. وده السبب إن التطبيق بيجي ترند الفترة الأخيرة، لأنه فعلا مفيد ومنظم. كمان اكتر حاجة الناس وجعت في غرام التطبيق ده هو النظام القوائم الجاهزة. في قوائم متجمعة حسب النوع: اكشن، رعب، خيال علمي، كوميدي، دراما، عربي، اجنبي، تركي، هندي، كوري، العاب، كل حاجة. وقوائم تانية: اعمال 2025، مواسم كاملة جاهزة، اعمال جديدة اول باول، حاجات مقترحة حسب اللي انت شفته. يعني لو داخل ومش عارف تتفرج على ايه، التطبيق بيحل لك المشكلة دي تماما. كمان هتلاقي فيه أقسام لعروض ترويجية ومستجدات وحاجات الناس بتسأل عنها كتير، وكلها متحدثة يوميا. لو انت عايز تختصر وقتك وتبدأ عندك مكتبة جاهزة منظمة تحت ايدك، وتحب توصل لأي حاجة بتحبها بسهولة ومن غير لخبطة، فشاهد بوكس هيكون مناسب ليك جدا جدا. اللينك موجود في صندوق الوصف في أول تعليق، ولو حابب تجرب بنفسك هتلاقي الأمور بسيطة وسهلة ومش هتاخد منك دقيقة. لو استفدت انزل تحت واكتب لي رأيك، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لأن عندي فيديوهات تانية هتساعدك جدا في عالم التطبيق والمشاهدات والاختيارات الذكية. وبس كده، سلام.